المرأة الكردية ليست مجرد امرأة، هي نار لا تنطفئ، وريح لا تروض، وصوت لا يعرف الصمت. في زمن صمتت فيه الأصوات كانت أول من صرخ، وفي زمن جف فيه الحبر كتبت بدمها تاريخاً لا يمحى. المرأة الكردية تبكي لكنها لا تنهار، تدفن أبنائها بيد وتربي الأمل باليد الأخرى، وحين تغلق كل الأبواب تكسر الجدار وتصنع طريقاً. من ليلى قاسم التي صعدت إلى المشنقة وهي تبتسم، إلى برين كوباني التي قاتلت حتى الرمق الأخير، إلى آلاف الأمهات في شنكال، ديرك، عفرين، آمد، أورمية، زاخو ودهوك، كل واحدة منهن تشبه الوطن. جريح لكنه لا يموت. هي التي ترضع طفلها حليباً ممزوجاً بحكايات الثورة، تدرسه الألفباء وفي قلبها 1000 خنجر، وتزرع فيه حب الكردواري كما تزرع الشجرة في صخر. في ساحات الحرب، في المدارس السرية، في الجبال، في الحقول، تقاتل دون تردد، تحب دون شروط، تؤمن دون خوف، ليست بحاجة لأحد يقول لها أنت قوية. هي خلقت من صلابة الجبال ومصنوعة من طين لا يكسر. جمالها ليس فقط في عيونها السوداء أو زيها المطرز، بل في نظرتها التي تقول لن أركع، في عفويتها التي تحمل وجع 100 عام وتبتسم. المرأة الكردية ليست صفحة في التاريخ، هي التاريخ، وكل من يحاول تجاهلها سيكتب عليه النسيان.